آه، يعني تأكد. يعني أنا كانت عندي شكوك فيما يخص. والبيان الأخير تاع رئاسة الجمهورية واضح على كل حال، وهو أنه القضية الإقالات وغيرها قد تشمل مدراء مركزيين في الأمن الوطني. وأنا على كل حال صراحة ما كنتش حاب نهضر هذا الموضوع، يعني أنا جاتني إشعارات على كل حال، لأن الناس اللي ما تعرفش أنه هذا المدير العام اللي تنحى للأسف فتح تحقيق ضد خزناجي نواري للأسف. وهذا التحقيق اللي تفتح للأسف مرة أخرى للناس اللي حركت هذه الدعوة، على الأقل هم 3 جهات، وهذه ال3 جهات للأسف الشديد عندها انتماء وروابط بالتنظيم الهرمي. والأغرب من ذلك أن هذه الجهات فيهم واحد على الأقل متأكد أنه عنده تواصل مع عائلة بوتفليقة. كنت حاب نهضر هذا الموضوع، يعني لأنه على ما احنا ماشي زعما كي تكون عندك قضية شخصية مع واحد تستغل الفضاء أو المجلة أو باش تتهجم عليه، لكن أعتقد أنه إقالة بن شيخ يعني جات في وقتها، وهي إن شاء الله راح تسمح بإعادة تماسك النظام. وكما نقولوا حنايا درس للناس اللي حابة تفرق وتزرع النميمة بين المؤسستين العصبيتين في البلاد. الإنسان اللي يحب الخير للبلاد ما يدخلش يزرع النميمة ويحاول يضرب هذا بهذا، لأن علاه، لأن المسألة تتعلق باستقرار البلاد. فهمت؟ ولهذا خوتي إن شاء الله هذا التهم تاع الخيانة اللي كانوا يوزعوا فيها من بينهم، احنا تهمونا بالخيانة على كل حال. وإن شاء الله درس لكاع الناس المسؤولين فيما بعد اللي خدم خدمتك، اخدم خدمتك. فهمت؟ خدم خدمتك، هذا ما كان. ويفتحوا تاني تحقيق في الناس اللي اتهموهم، كما انا مثلا ماذا بيا يفتحوا يشوفوا كيفاش على اي اساس انا مع الاول عبالي يوم كان دابيليتاسيون ولا راح يرموا علينا كاش بوست ولا قال لك لا لا. يا اخي انت تحفر لهم في قبر امهم وما هاربين لك بالفاس. يا اخي بلاد يا اخي. المهم نحن نرحب بهذه الاقاله ونتمنى ان تذهب ابعد من ذلك ويذهبوا الى التحقيق، وان شاء الله فيها خير. وراح اليوم نخرج لكم في لايف في عده مناسبات، راح نهضروا على مواضيع مختلفه. لو ستاتيو اوتو انتربرونور اللي كنا الاولين اللي شجعنا الجزائر على اعتماده،